دي شبهي بالملي، مش معقول. ما سمعتش عن مين يخلق مش شبه 40؟ عمرك شفت حد شبهك جدا بس انتوا اصلا ما تقربوش لبعض؟ تعرف ان ممكن يكون ليك توأم وعايش في بلدك كمان عادي جدا؟ من شويه سنين كده بدأ مصور كندي مشروع غريب جدا كان مجنون بتشابه الاغراب. فرانسوا برونال عمل مشروع اسمه انا لست شبيها I am not a lookalike، وكانت فكرته ان كل واحد عنده شبيه وممكن يكون نسخه طبق الاصل منه اصلا. في بلدك بقى في بلد تانية ومفيش ما بينكم اي صله قرابه. الراجل ده كان عنده قوه ملاحظه بشكل رهيب، وكان بيشوف ان الوش هو اهم حاجه بتميز الانسان. ولما كان بيجمع اللي شبه بعض في الاستوديو عنده عشان يصورهم كان بيتخيل ان هم هيتصدموا من الشبه اللي ما بينهم، بس اتفاجئ ان هم بيقولوا له هو فين الشبه ده بالظبط. سنه 2000 جمع 2 شبه بعض، وكان 2 رجاله يعرفهم، وبعدها الناس ابتدوا هم اللي يبعتوا صورهم علشان يلاقوا اشباههم. انت عارف ان في ويب سايت ممكن تحط عليه صورتك وبياناتك عشان تلاقي الشبيه بتاعك حتى لو كان في بلد تانية خالص. الويب سايت ده عليه اكتر من 12 مليون واحد بيدوروا على الواحد من ال 40 اللي شبهه، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت يمكن تلاقي حد يحضر مكانك الامتحان ولا حاجه. فرانسوا كان كل هدفه انه يلاقي 2 شبه بعض بس ما يعرفوش بعض، وجمع فعلا الناس دي من الشرق ومن الغرب. 20 سنه برونال بيصور في الناس، قدر يجمع اكتر من 250 توأم في اكتر من 25 مدينه. يوقف الاثنين قدام الكاميرا عشان يصورهم وبيستغرب هم ازاي شبه بعض قوي كده، بلدهم مختلفه، لغتهم مختلفه، لكن الشكل مش طبيعي، دول اكيد من بطن واحد. فرانسوا كمان كان بيدور على الشبه في الهويه حتى لقى لنفسه شبيه، وكان بيشوف ان التوأم مش بس في الشكل. في 2 توأم لقاهم عندهم نفس الاسم وعندهم هما الاثنين طفل في نفس العمر. العلماء بيسموا الظاهره دي الدبل جانجر، ودي كلمه المانيه معناها الشبيه او التوأم الروح. لكن مشروع فرانسوا خلاه اكتر من مجرد اسطوره، وتجربه زي تجربه برونال خلته يعرف اكتر من 500 صديق جديد. فقول لي بقى لو انت لقيت شبيهك في يوم من الايام ممكن تقول له ايه؟ اكتب لنا في الكومنتات قصتك مع الشبه، ولو عندك صور ورينا.